والله العظيم بشوف شباب في العتبة بتتهاتف على المنتج ده بكثرة جدا بالنسبة للناس المتخصصة بصالونات التجميل أو البنات المتخصصة بالكوافيرات. بشوفهم بيتهاتفوا على المنتج ده، ويا عيني بيشيلوا على قلبهم كميات وبيبقوا جايين من محافظات بعيد جدا. ولكن المنتج لو هو شال نص كيلو ونص كيلو من مادتين الخام في ايده كده في شنطة صغيرة، هيعمل حلة كبيرة تعبي معاه يجي 100 علبة او 50 علبة او 60 علبة حسب حجم العلبة. والله بيصعبوا عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله انا حابب اشارك حضراتكم معايا تركيبة كنت بعملها من حوالي 18 سنة. التركيبة دي معايا لم استغنى عنها منذ اليوم. عندي طبعا التركيبة دي انا حابب اشارك حضراتكم معايا التركيبة وانا بعملها. انا على طول بعملها طبعا بس ما بعملهاش فيديوهات ولا حاجة، ولكن دي يعني كتجربة كده لأهلي والناس ولإخواتي والناس اللي حابين يتفرجوا على التركيبة معايا. التركيبة دي بفضل الله في منتهى الجمال. أنا أقول لكم التركيبة معايا عبارة عن إيه. أولا أنا معايا حلة عادية ألمونيا. الحلة دي حلة خاصة بالتركيبات، طبعا في شريط برتقاني جوه. عندي طبعا حلة بفضل الله دي يعني أنا قادر أجيب حلل أفضل من دي أشتغل فيها وحلل ستانلس، ولكن دي معايا يعني بداية فتحة الخير على الحلة دي. بعمل فيها كل اختراعاتي، الاختراعات الكيميائية أو التركيبات العلمية بالنسبة للتركيبات اللي أنا بعملها الخاصة بيا. عندي أول حاجة الحلة دي أنا هعمل فيها إيه؟ عندي هنا طبعا هنا دي شفشة أو كوباية، ولكن المعيار بتاعه 2 رتل ونص لأنه هو هنا مترقم، يعني نص كيلو كيلو ونص 2 كيلو 2 كيلو ونص كده، هو في 2 كيلو ونص مية. أنا هاجي أحط المية عندي كده. اول حاجه حطيت 2 كيلو ونص ميه، هاجي احط ال 2 كيلو ونص التانيين. طبعا الكلام ده بمعيار الميه. كده عندي 5 كيلو ميه. عندي هنا كمان 2 كيلو ونص ميه. كده اصبحت انا كده كام كيلو؟ 7 كيلو ونص ميه. هحط نص كيلو تاني ميه يبقى 8 كيلو. طبعا انا عايز المنتج بتاعي المفروض اللي انا اعمله 8 كيلو لو انا عايزه تقيل، ولكن لو انا عايزه يبقى الشفافيه بتاعته خفيفه ممكن اعمله 12 كيلو مي او 10 كيلو مي. كده لو انا كملت ال 2 كيلو هيديني منتج، لو انا عليت 2 كيلو فوق 8 كيلو هيديني منتج غير المنتج اللي انا عايزه. ولكن لو انا خليت المنتج ال 8 كيلو هيديني نفس المنتج اللي انا عايزه، ولكن هيبقى تقيل معايا لان المفروض احط 9 كيلو عشان في كيلو بيتبخر معايا في المي فبيرجع يديني 8 كيلو. ولكن انا لما احط 2 كيلو مع المنتجات اللي انا هحطها الثانيه المفروض هنا دول حوالي كيلو مع بعض. يعني المفروض هنا كيلو ميه مع الكيلو اللي انا هحطه ده يبقى كده 9 كيلو، ولكن مع التبخير بتاع الميه هيدينا حوالي 7 كيلو لان الميه معايا بتتبخر، بتبقى معايا طبعا دي بيطير معايا في البخار. وعند البخار هنا طبعا بيفقد معايا حوالي بتاع كيلو بخار لاني بسيبه فتره زمنيه طويله من الزمن. اول شيء المفروض ده احطه بعد الميه ما تغلي. انا مش هقول اسمي ده الا عن طريق الهاتف. طبعا ده الماده دي المفروض اللي انا الكلام ده والله العظيم كلام يعني من الاخر ناس كتير ما تعرفوش، وناس كتير بتشتري المنتج ده بعد تقفيله بيتحط في العلبه ويتحط عليه البادج بتاعه. ناس كده هتزعل من الكلام اللي انا بقوله ده لان معايا ناس كتير على الصفحه، يعني ممكن فرد فقط لا غير هو اللي معايا دونا عن الناس اللي في محافظه الجيزه يعرفوا المنتج ده فقط لا غير، هو اللي ممكن يزعل مني، ولكن بقيه اللي معايا ما يعرفوش المنتج ده. ولكن ممكن اي انسان حابب يشتري المنتج ده بيشتري العلبه بتاعته بعد ما بتتعمل وبتتبرشم، بتتعمل بمبلغ حسب اللون اللي اي انسان بيحطه، يعني بيلونه على مزاجه. ممكن يلونه اصفر كناري، ممكن يلونه لون لبني، بيلونوا اي لون عشان ياخد يسحب من المنتج ويضيف عليه ريحه ويضيف عليه اي مكسبات تانية. ولكن هو مجدين فقط لا غير. ده المنتج ده اللي بيبقى شامل طبعا بيتوزع عن طريق الجمهوريه وما بيخلاش من اي بيت ومن اي تجميل بالنسبه للنساء او بالنسبه للرجال. عندنا فضيت الماده اهي. المفروض دي انا بفضيها امتى؟ بفضيها لما الميه بتغلي عندي، يعني لما الميه بتبتدي اللي هي يبقى في فقاقيع بالنسبه للغليان. ولكن انا من خبرتي بقدر اعمله على اي وسيله واي اتجاه. فان شاء الله انا هحط ده بعد ما اقفل عندي الحله واقفلها بالنسبه للغطا، هاجي احطها تاخد التبخير بتاعها. طبعا انا ماسك الماده اهي في ايدي، طبعا ده هيتبخر مش هيبقى ليه اي اثر، هو باين اهو. بعد ما يجي ينزل وطبعا في درجه غليان معينه هيبتدي يتبخر معايا، هضيف عليه الماده الثانيه مع تقليب جيدا. هوري لحضراتكم المنتج
نهائي هيبقى عامل ازاي، وانتوا هتستغربوا جدا بعد ما اخلص المنتج. ولكن انا ما عنديش علب اللي انا ابرشم واحط البادج واقول لك ده بمبلغ، ولكن هو ده اللي احنا بنستعمله. مش هقول بنستعمله في ايه الا لما اجي افرج حضراتكم على المقطع الثاني بعد الغليان. بسم الله توكلنا على الله. ان شاء الله انا كده عندي المنتج بعد الانتهاء منه. اول شيء طبعا انا ضفت الماده الاولى اللي انا شرحتها ووصفتها لحضراتكم في مقدمه الفيديو، ولكن للجزء الثاني انا عندي طبعا ضفت الماده الثانيه طبعا بعد الغليان. عندي الماده هنا خفيفه، الماده هنا ماده سائله، ولكن عندي الماده هتبتدي تتماسك مع بعض، ولكن واحده واحده مع الوقت، يعني عايزه توقيت زمني في التقليب. طب انا لو ما قلبتش ايه اللي هيحصل معايا هنا في المنتج؟ هيحصل فيه بعض من الكلكعه وهيبقى عباره عن حبيبات، ولكن حاليا انا بقلب تقليب ذاتي. عندي طبعا هنا بفضل الله ده هيوصل معايا المنتج عالي ويبقى في منتهى الروعه والجمال. هل انا هضيف اي الوان على المنتج؟ لا طبعا مش هضيف اي الوان، لان عندي هنا بعمله طبيعي. اي انسان عايز يشكله مفيش اي مشكله، التشكيل معاه يبقى سهل جدا لاضافه اي لون، بس اللون اللي عندي اللي هيتضاف هيبقى لون فوسفوري مش هيبقى لون مائي، يعني لان اللون المائي او الزيتي مش هيبقى متناسب معاه مع المنتج. عايز لون فوسفوري لاي لون انت حابه حضرتك يتماشى معاك لبيع المنتج. ولكن عندي هنا انا بعمله خام طبعا مع التقليب الذاتي هيطلع معايا المنتج هنا في منتهى الجمال. ان شاء الله هنوصل مع حضراتكم بعد الانتهاء مع المنتج. بسم الله توكلنا على الله. ان شاء الله عندي ده بعد الانتهاء من التقليب للمنتج. شايفين ان المنتج بقى اداؤه وشكله عامل ازاي وتقل معايا ازاي؟ دي طبعا بعد التقليب جيدا. المنتج بقى بسم الله ما شاء الله وتقل معايا جدا، وبقى منتج في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه وبقى تقيل جدا. حد يقدر يقول لي المنتج ده ايه بالظبط؟ وبعد كده لما بيتحط في علب ويتغلف بيبقى ايه بالظبط؟ وهل العلبه بتتباع بكام وسعرها عامل كام في المحلات التجاريه؟ وهل بيتروج ليه بسعر كام؟ حاجه تقيله جدا، والشباب ما بتستغناش عنه والبنات ما بتستغناش عنه. منتج في منتهى الجمال، وادي الكثافه بتاع التقل. انا عايزه خفيف عن كده بقدر ان انا اتحكم فيه، عايزه تقيل عن كده بقدر ان انا اتحكم فيه. وطبعا بيتعبى في علب حوالي 150 ملي او 200 ملي، وبيتباع في السوق على اسم تجاري مشهور وبيتباع بفلوس. ادي التقل بتاعه. اي انسان بيعمل المنتج ده في مكانه للناس الخبراء طبعا بيحاول بقدر المستطاع ياخد ال8 كيلو دول، ولكن بيجزأهم تتناسب معاه ان هو يروجها في السوق. طبعا ان شاء الله نختم مع حضراتكم الفيديو. ارجو من حضراتكم حد يكتب لي في التعليقات المنتج ده ايه بالظبط. ان شاء الله بالنسبه لعمل المنتج عملته من مادتين خام، ينفع يتعمل من 3 مواد خام مفيش اي مشكله، ولكن في ماده مش رئيسيه لو سقطت عن المادتين الخام مفيش اي مشكله. طبعا الماده دي او التركيبه اللي انا عملتها دي بعد ما بتتغلف في العلب بيتحط عليها الستيكر والاسم بتاعها، وانا هفصح عن الاسم بتاعها ولكن بعد ما اغلفها في العلب واحط الستيكر الخاص بيها. هل ممكن اضيف اي روائح طبيعيه للمنتج؟ مفيش مشكله. هل ممكن اضيف اي الوان بالنسبه للمنتج عشان يتباع معايا؟ ممكن اجزأ ال8 كيلو دول لكيلوهات او لنصاص او لربع او لتمان واحط الكل تمن اللون بتاعه الخاص بيه يتباع معايا مفيش اي مشكله. والله العظيم بشوف شباب في العتبه بتتهاتف على المنتج ده بكثره جدا بالنسبه للناس المتخصصه بصالونات التجميل او البنات المتخصصه بالكوافيرات، بشوفهم بيتهاتفوا على المنتج ده ويعني بيشيلوا على قلبهم كميات وبيبقوا جايين من محافظات بعيد جدا. ولكن المنتج لو هو شال نص كيلو ونص كيلو من مادتين الخام في ايده كده في شنطه صغيره هيعمل حله كبيره تعبي معاه يجي 100 علبه او 50 علبه او 60 علبه حسب حجم العلبه. والله بيصعبوا عليا. فطبعا عشان اوصل له المنتج ده اقول له بيتعمل ازاي، مش هخش الجمهور اقول المنتج ده بيتعمل كده ومش هقطع رزق الراجل اللي بيشتري من عنده. هو متداول جدا طبعا، متداول في صالونات الحلاقه والكوافرات الحريمي واي مركز تجميل، وفي البيوت لا غنى عنه بالنسبه للتجميل الشعر. طبعا المنتج ده بيبقى غالي لو بتحط عليه روائح عاليه
او اي روائح تجذب الزبون ليه بيبقى سعره عالي جدا، ولما بيتحط اي لون بيبقى سعره عالي جدا، ولكن انا صممته من المواد الاصليه الخام الخاصه بيه. بص المنتج انا وريته لحضراتكم وانا بعمله، طبعا عامله تقيل جدا، يعني لما اشيله بالمغرفه انا شلت اهو جزء بالمغرفه، طبعا اهو هو بيسقط ما بيسقطش، منتج تقيل. لو اي انسان بيعمل والله المنتج ده حتى الشركات الخاصه بيه ما يقدرش يحط المنتج كده ويلف، ولا بيلف المنتج هو يا ناس تقيل. شايفين المنتج منتج عامل ازاي؟ صلابه عاليه جدا، والصلابه دي كل ما يكون صلابته عاليه كل ما يديك المنتج بسعر اعلى، لان هم بيعملوا ده ميه. عندي شايفين المنتج عامل ازاي؟ المنتج ده بفضل الله تقيل في ايدي، يعني لما اجي اطلع المنتج المنتج ما بيقعش اهو. انا مالي المغرفه الكبشه ماليه عندي ازاي؟ بص المنتج عامل ازاي في ايدي ما بيقعش اهو، بسم الله ما شاء الله، درجه لزوجه عاليه. شايفين المنتج عامل ازاي؟ حد يقول لي يا حاج مصطفى هو ايه اللي انت عامله ده؟ طب انا هفصح عن اسم المنتج ده باذن الله لما اعمله في التركيبه الجايه بالنسبه للعلب لما احط البادج عليه، ولكن والله التركيبه دي غاليه جدا وبتنعم الشعر جدا جدا جدا، يعني وحاجه طبيعيه جدا، ومعمول من مواد المفروض اللي هي تركيبه كيميائيه، ولكن التركيبه انا عاملها من تركيبه خام. المفروض التركيبه دي لما بتيجي تشتريه بيحط لك بوستر وعريضه من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب، يقول لك المنتج ده بيقلل من كذا وبيساعد على كذا ووظيفته كذا وبيعمل كذا وبيضيع كذا وبيضيف كذا للشعر وي 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 ويضيع القشره وي وي ويتكلم يعمل لك، لان هو فوائده متعدده جدا جدا جدا. ولكن انا بقول لحضرتك المواد بتاعته مش مكلفه خالص وسعره بيتباع عالي جدا. لو انت حبيت تاخد مني المنتج ده والله انا هضيف بعد ما جايبه وبعد عمايله وبعد كل شيء هضيف لك 50 جنيه فقط لا غير فوق المنتج، واوريك الفاتوره الرئيسيه بكام. اظن ان شاء الله انا كده دي كانت حاجه على السريع كده، نبذه كده، كنت قاعد فاضي فالمنتج جه الوقت بتاعه المعين بعد ما خلص من عندي من صالون الحلاقه اللي انا اعمله، فاضطريت ان انا اشارك مع حضراتكم التجربه عملي ونظري. انا اسف جدا اللي ممكن المحتوى ما يكونش عاجب حضراتكم بالنسبه لوصف حاجه بسيطه خارج طبعا عن الحاجات اللي انا بعرضها لحضراتكم. اظن انا كده وضحت، وانا اسف ان شاء الله مع منتج جديد وانا بعرضه وبوصفه لحضراتكم بالنسبه لاختراعاتي الشخصيه العلميه. ان شاء الله بالنسبه لرقم الهاتف انا بذكره في كل فيديو 03 33 76 71 8، وبالنسبه للعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.